السلام عليكم أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة معانا الأكلات الشعبية. عندنا أحلى أكلتين هنقدمهم النهاردة، الطعمية أو الفلافل والبصارة. هنبتدي بأول حاجة بالبصارة. عندي فول مدشوش، اللي هو الفول المتقشر، بجيبه من عند العطار. بجيب نص كيلو، ببيته في المية من قبلها بيوم، أو مثلا أسيبه ساعتين 3 في المية، وبعدين أحطه على النار يغلي. أنزل معاه ببصلة و5 فصوص توم، واكون محضرة عندي خضرة، شبت، كزبرة، بقدونس، بصل اخضر ممكن. انزل بالحاجات دي كلها بعد ما الفول ياخد غلوة او 2 على النار. وانزل برضو بتوابلي، عندي كمون ضروري ونعناع، وعندي فلفل، وعندي شطة وملح. انزل بكل التوابل دي في اثناء الغليان برضو. ببتدي بلاقي كده ان الفولة بدأت ان هي خلاص تستوي قوي قوي قوي. اسيبه ياخد غلوتين 3 على النار، واكتر خضرة زي ما انا عايزة. يعني كده كده لازم يبقى الاكلة دي لونها لون الخضرة. اجي بقى في حلة تانية احمر بصلة، اقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه واحمرها. دي هتنفعني في تسويق الطبق بتاعي بقى. خلاص كده حاجتي اللي اتسلقت ادخلها على الخلاط، اضربها خلطتين كده، وهنزل بعد كده في الحلة على النار اخدها غلوتين تاني. كده خلاص بقت مستعدة ان انا اغرفها. هبتدي ان انا برضو ازودها شوية زيت. ما بنضيفش سمنة في الاكلة دي يا جماعة، بضيف زيت. كده انا اكلتي تمام ومليانة التوابل بتاعتها، مليانة الكمون، مليانة كل حاجة كده جاهزة على التقديم على طول. وابتدي ان انا احطها في الطبق بتاعها، واجيب البصل اللي كان متحمر واحطه على وشها. يبقى كده هي الأكلة جاهزة للأكل، وتنفع تتاكل وهي سخنة، وينفع تتاكل بعد ما تتحط في التلاجة شوية وهي باردة عادي. في الحالتين بتبقى طعمها جميل. اجي بقى لأكلتنا التانية اللي هي الفلافل المصرية أو الطعمية. عندي برضو نفس الفول ونفس كل الخضروات بتاعتي، شبت وكزبرة وبقدونس، ويستحسن يبقى عندي كرات، وفصين 3 توم والبصل. وبرضو منساش توابلي وملحي والكمون والشطة، كل الكلام ده. بعد كده هاجي على الكبة بتاعتي وافرمها، افرم كل المكونات دي على بعض. احاول يا جماعة ان انا بالذات بقى في الطعمية بتاعتنا دي ان انا اضربها مرة واتنين وتلاتة عشان تطلع ناعمة. مش هينفع تطلع خشنة. اديكوا شايفين اول ما بنبدأ بنحط الحاجة بتبقى عاملة ازاي. فبحتاج ان انا اخدها في الكبة وش واتنين وتلاتة لغاية ما بتبقى بتوصل للمرحلة دي. ويبقى انا كده وصلت ان انا بقى عندي الطعمية جاهزة. اقدر بقى ان انا اشكلها بقى بالطريقة اللي تعجبني. اقدر احط عليها جزء بضاية اضربها فيها واحطها بعد كده على النار، وكده اهي اديني بقليها في الزيت، وكده استوت الاكلة التانية بتاعتي. وبكده بقى عندنا احلى اكلتين من مكونات واحده، سهله وبسيطه وكلها ما تكلفش وكلها فيتامينات. يعني عايزه اقول لكم البصاره او الطعميه مليانين خضره وفول، كلها حاجات مفيده جدا، بتعلي المناعه، بتخلي ولادنا يبقوا بصحه كويسه. طبعا مش هقول لكم بقى على فوائد البقوليات او فوائد الخضره او فوائد البصل والثوم، اكيد كلكم اشطر مني وعارفينها. فياريت اليومين دول نكتر من الحاجات دي، ونبقى السلطة ده حاجة أساسية جنب الأكلة دي طبعا، مع بتنجان مخلل بالثوم. بتبقى حاجات فعلا كلها مفيش بقى فيروسات ولا أي حاجة تقدر علينا إن شاء الله وبعون الله. ويا رب أتمنى لكم كل الصحة والعافية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أتمنى اشتراكاتكم، وأتمنى اللايكات والكومنتات الحلوة اللي بتعجبني، وأشوفكم في فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.